ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا بيبو، عارفينها دي؟ بيتملح، اصغر فسخان في مصر اهو. وروما بنت السمكه بتاعتك. انت بتملح؟ قول للناس، قولوا بتعملوا ايه؟ بتملح السمكه؟ قول لي والسمكة بتملح السمكه ازاي؟ وريني كده. لك سمكتين. شاطر. هنحطها في الطبق دلوقتي يا اولاد، وانا هشدها لها السريتش عشان هي ما تعرفش طبعا. والله العظيم انا ما هعمل فيها حاجه غير ان اشدها السريتش. خلاص حطها. وريهم بتعمل ازاي. شاطر شاطر. كمان حط. حط سمكتين. لا، سمكة واحدة كفاية. حط ملحية كمان. كمان؟ حاضر. يعني هنطلعها بعد كام يوم؟ بعد 5. 5 كفاية؟ 5 كمان. 5 كمان يبقى 10 أيام. لا، 5 أيام بس. كفاية ملح بقى، كفاية. أنا هشد لها السريش يا جماعة، وإن شاء الله بعد 5 أيام نشوف. ماشي؟ والله العظيم قسما بالله سمك حي. يعني ديت ما اتفيتتش ولا أي حاجة حية، بس هي شبطت في إن هي تملحها. سمك حي أهو. فقلت لها والله لا سايبك تملحيها ونفتحها بعد 5 أيام. بالمناسبة يا جماعة، اللي عاوز سمك من ده 3 حبات كيلو على عرض ب 250 جنيه بس. على عرض قطاعي وجملة ب 250 جنيه بس. يلا نشدوا ستريتش 3 حبات كيلو ويزيد. تمام؟ هنملحهم ونفتح على بعد 5 ايام. اللي عاوز من السمك ده حاجه، في معايا تقريبا 15 كيلو اللي عايزهم ياخدهم على 250 جنيه. اشوفكم على خير بعد 5 ايام، انتظرونا ان شاء الله.